أي حاجة أنا برحب بكل السادة الحضور، وعلى رأسهم القيمة والقامة اللي أنا بحبها وبعشقها وبعشق كل أعمالها الأستاذ فاروق فلوكس. تحية فنانة. طبعا معانا فنانة من الزمن الجميل اللي كلنا اتربينا على أغانيها الشعبية الجميلة، كلنا بنعشقها، الفنانة القديرة فاطمة عيد. طبعا معانا النهارده الاستاذ قيس عبد الفتاح، فنان من الزمن الجميل. وصديقي اللي انا بعشقه ودايما بيساندني وواقف جنبي، وانا مش عارف اشكره ازاي، بس هو عشان هو فنان ابن بلد وراجل محترم قوي. حي فوده. معانا بقى النهارده حاجه انسانيه هزتني من جوه. معانا كيان، البنوته اسمها كيان من شمال سينا من العريش. انا عندي كلام كتير عايز اقوله ومش عارف اقول، غير ان احنا بجد نقف جنبها ونساندها وندعمها بالشفاء. كيان يعني مش عارف، انا لما انا سمعت الرقم انا اتخضيت انها محتاجه حقنه ب 40 مليون جنيه. طب يعني الدوله فين من المواقف اللي زي دي؟ فين وزاره الصحه؟ فين من رجال الاعمال الكبار؟ فين فين وفين وفين؟ مين اللي هو جنب الاسره المنكوبه في طفلتهم ويساندهم؟ بنتهم بتروح بين ايديهم. احنا لازم كلنا ندعمها بالشفاء وندعمها ونساندها وكلنا نقول لها ربنا يشفيها وربنا يشفيك يا كريم. اهلا بيها وبتمنى لها السلامه وبتمنى لها الشفاء العاجل. لاول مره في حياتي تقابلني موقف زي كده، يا ريت كلنا ندعي لها ونتمنى لها الشفاء. جايه من شمال سينا من العريش. شكرا يا استاذ حبيبي. والان مع افضل مغني راب 2022 احمد الشراشي. خليك ورا. أنا أولا متشكر جدا أولا بحضوركم. هذا الاحتفال لا ينجح إلا بكم أنتم، وكما دعوتك كفنان مسرحي أنا نجاحي بالجمهور. محي عامر الفنان القدير اللي انا بحبه الاستاذ عصام ديكا. بشكر تجمع الجميل ده، بشكر الاستاذ عادل، بشكر بالتالي الاستاذ سماح. وعايز اقول حاجه، التكريم ده جاي بعد تكريم
لخط الممثلين والدعم. علشان كده انا النهارده بكون سعيد جدا جدا اني بلتقي حضراتكم في اليوم ده، وانا فعلا داعم للمهرجان ده، متبادل افكار، سعيد بيه، ودايما انا كل شاب فيكم ارجوكم بيحلم ببكره، ودايما بيقول كلمه ممكن اكون كذا، جايز اكون كذا، نفسي اكون كذا، لازم اكون كذا. فالحقيقه الكلمات دي وانا في شبابي المبكر كانت بالنسبه لي، وانا لن اطيل عليك، كانت بالنسبه لي هي الدستور اللي انا هقول لكم عليه دلوقتي. كنت دايما بقول ممكن، ودايما بقول جايز، النهارده انا سعيده سعاده لا تقدر بمال، لان جمهور الحديد اللي منور الدنيا كلها في القاعه الحقيقه والفنانين الكبار دي حاجه بالنسبه لي تساوي فلوس الدنيا. يا رب دايما يدينا طول العمر ويدينا طول العمر ونتقابل على خير بأمر. مع الفنانة الجميلة وفنانة من الزمن الجميل الفنانة فاطمة عيد. أهلا بحضرتك. اهلا بيك واهلا بحضرتك المشاهدين في كل مكان. كل سنه وانت طيب، كل مشاهدينا طيبين وفي صحه وسعاده. حضرتك كلمينا النهارده وجودك النهارده في مهرجان اوسكار ايجيبت. ده انا جاي عشان اتكرم، يكون ان الفنان يكرمه في حياته دي بالنسبه لي سعاده لا تقدر بالمال. طبعا اكيد يعني حضرتك توجهي كلمه للفنان عادل عمار. الاستاذ عادل عمار ده من الناس الافاضل المحترمين الطيبين اللي الحقيقه بدي كل واحد قدر، فانا بشكره على انه اتاح لي الفرصه الجميله دي من خلال ربنا يديله طول العمر ان انا فعلا كرموني في حياتي. الحمد لله. انا حابب ان اسال حضرتك سؤال برضه كده، يعني ايه راي حضرتك في اغاني اليومين دول يعني بدون ذكر اسماء اللي طالعه اليومين دول؟ وطبعا يعني احنا بنحب الفنانه فاطمه عيد، وطبعا مش هنقارن بينها وبين الاغاني. لا انا هقول لسعادتك في ناس بتغني، مصر ولاده، مصر مليانه خير، بس اللي يدور على الخير ده ويطلعه على بر الامل. يعني زمان كان في محمد بن مربوط، في ناس من الناس الافاضل كانوا بيكتشفوا اصوات وطلعوها على بر الامل. يا ريت يبقى زي ايام الاستاذ الراحم الاستاذ محمد بن مربوط، يطلعوا اصوات مصر مليانه خير، بس اللي يدور على الخير ده ويطلعه على بر الامل. يا ريت ربنا يديك الصحه يا رب كده، ودايما كده نشوفك بخير يا رب. واشوفك بصحه وسعاده ومشاهدينا في كل انحاء العالم. شرفنا بحضرتك. انا اللي سعيده. هذا بحضرتك. معك ياسمين ميك اب ارتست، ياسمين الرفاعي. حضرتك منين يا استاذ؟ انا من الرياض. الرياض. حضرتك شاركتي اول مره تشاركي هنا في مهرجانات في مصر؟ انا قبل شاركت في مهرجان في شرم الشيخ وفي اسكندريه واماكن كثيره شاركت، بس حبيت اني اشارك في هذا المهرجان لانه يشرفني صراحه مع الاستاذ عادل. حضرتك من المكرمين النهارده. اليوم من المكرمين لاني اخذت الدرجه الاولى في شرم الشيخ. طب حضرتك ممكن تعرفينا يعني حضرتك كرمت قبل كده فين في مهرجانات، وحضرت مهرجانات تانية قبل كده فين؟ في شرم الشيخ وفي اسكندريه، في القاهره، في دبي. طيب حضرتك شعورك النهارده وانت في مهرجان الاستاذ عادل الفنان عادل؟ أنا إنسانة مبسوطة جدا جدا إني شاركت في المهرجانات معاكم، خاصة المهرجانات قوية ومهرجانات تضيف لي أشياء جميلة، وأنا لي الطموح إني أوصل إلى أعلى وأعلى، فبإذن الله إني راح أنول هدفي. حضرتك يعني مين الداعم ليكي أو الداعم ليكي أو اللي أنت يعني مسك الآلة في موضوع؟ عندي الوالد والوالدة الله يحفظهم طول بعمرهم، هم اللي كانوا الداعمين الوحيدين يعني في مهنتي وطورتها. فعندي بعد واحدة من صديقاتي هي اللي واقفة معي صراحة، اللي هي سلمى. صراحة أنا أشكركم كثيرا، وأشكركم لأنكم أضفتوا لي هذا اليوم الجميل. السعودية وفاء عبد الرحمن.
تعرف حضرتك؟ مايكروف عبد الرحمن، ميك اب ارتست من الرياض السعودية. السعودية. حضرتك النهارده متواجدة في المهرجان النهارده ليه؟ جتني دعوة من الأستاذ عادل للتكريم، وأشكره على هالدعوة. حضرتك اتكرمت قبل كده في مهرجانات قبل كده؟ تكرمت من فترة في مهرجان في شرم الشيخ من قريب. يعني انت حضرتك جيتي مصر قبل كده يعني؟ اي جيت. يعني ده مش أول مهرجان بقى؟ لا مو بأول مهرجان، إن شاء الله ما يكون الأخير. ان شاء الله. وانتم منوره في مصر ودي بلدكم التاني، ودايما ان شاء الله نتقابل معاكي في مهرجانات كتيره. إن شاء الله. شكرا. طب حضرتك يعني قولي لي كده شعورك ايه وانت النهارده في مهرجان تبع الاستاذ عادل؟ والله شعوري سعيد يعني جدا، ومبسوطة إني موجودة هنا، وإن شاء الله إني أطمح بعد المهرجان إني أجي عدة مهرجانات ثانية. حضرتك وجهي كلمه للاستاذ عادل؟ أحب أشكر الأستاذ عادل، ويعني ما في كلمة توصل شكري له على دعمه ووقفته معانا. مرة شكرا، الله يعطيه العافية. نورتي مصر ونورتي المهرجان. شكرا، منورة بأهلها. شكرا، الله يعطيك. علي يوسف، صحفي ومراسل للقنوات